السلام عليكم. أنا بنت عندي 20 سنة. كل يوم أفتح التيك توك ألاقي بنات سني بيخرجوا وبيسافروا ويلبسوا أغلى لبس ويعيشوا قصص حب زي الأفلام، وأنا قاعدة في أوضتي بين كتب الكلية ومفيش حاجة أفرح بيها. حتى لما أصور صورة وأنزلها مفيش تفاعل. بحس إني مش مهمة. بدأت أقلدهم، أتكلم بطريقتهم، ألبس زيهم، اعمل ترندات غريبة. بس كل ده ما خلانيش احس اني مبسوطة. بقيت احقد من غير ما احس، بقيت اكره كل حد ناجح. وكل ما الاقي حد بيضحك احس اني فاشلة. انا اتغيرت ومش عارفة بقيت مين. وبقيت كل يوم ابص لنفسي في المراية واسأل ليه حياتي مش زيهم. انا كرهت الحياة ومش قادرة اكمل. سؤالي ليك يا عبد الرحمن، ازاي اقدر اكمل في الحياة؟ هو بالعربي كده انتي بتقارني نفسك بالسوشيال ميديا. انا عايز اقولك ان حاجات السوشيال ميديا دي كلها مش حقيقية. انتي بتشوفي الناس على السوشيال ميديا بتلبس وبتخرج وبتسافر وسعيدة، لكن دي الحاجات الخارجية في حياتهم. يعني بالعربي كده دي الحاجات اللي هم بينشروها من حياتهم، لكن ما بينشروش انهم احيانا بيكونوا زعلانين، ما بينشروش انهم احيانا بيكونوا تعبانين، ما بينشروش ان هم احيانا بيكونوا مش قادرين يطلعوا، مش بيقولوا انهم كتير جدا بيبقوا مكتئبين. ما شفتيش الوجه الخفي للسوشيال ميديا. فانا اقول لك، حتى في حاجة يعني انا كنت بقولها، آه، لما الحد يطلع ويبقى مبسوط قدام الدنيا ما تفتكريش ان هو دايما بيكون مبسوط. هو طلع وهو مبسوط، لكن وهو زعلان ما طلعش. فلذلك انت بتشوفي الحاجات السعيدة، لذلك انت بتشوفي الحاجات السعيدة في حياته، ما بتشوفيش الحاجات الحزينة في حياته. فانت لا، انت السوشيال ميديا دي حاجات كتيرة بتشوفيها سعيدة، والوجه الخفي، الخفي ما بتشوفيهوش. فانت ما تقارنيش حياتك بحياة السوشيال ميديا. لا، انت ركزي في حياتك، ما تبصيش على السوشيال ميديا، ما تتأثريش. تمام؟ وقربي من ربنا كده وصلي واقرأ القرآن، وابعدي كده عن السوشيال ميديا، ما تتأثريش بالسوشيال ميديا. وإلى اللقاء.